الاشخاص اللي بعد ما ياكلوا حاجه حادقه يروحوا ياكلوا حاجه مسكره، بعدين يروحوا ياكلوا حاجه حادقه، بعدين يروحوا ياكلوا حاجه مسكره، ايه مشكلتهم او ايه السبب اللي بيخليهم ان ده يحصل لهم؟ اوكي، السبب الرئيسي هما سببين، بس السبب الرئيسي ان بيحصل لهم هبوط في سكر الدم. يعني عادة الاشخاص دي بتاكل وجبات او انواع اكل بتكون غنية قوي بالسكر، فاللي بيحصل انه نسبة السكر في الدم بتزيد مرة واحدة. هي علشان كده خطر. ليه؟ كلنا لما هنيجي ناكل اكيد نسبة السكر في الدم هتعلى. اللي بيخلي الموضوع ده يتكرر هو سرعة ان السكر في الدم هيزيد. لما السكر في الدم بيزيد مرة واحدة وبسرعة بيرجع ينزل اسرع، فعشان كده بيحسوا بهبوط. يعني حتى لو هم بيكونوا واكلين وجبة كبيرة بيحسوا ان هم مهبطين او بيحسوا بخمول، اللي هو انا عايزة بس حاجة مسكرة. فعشان بياكلوا حاجة مسكرة الموضوع بيرجع يتكرر، فالسكر في الدم بيعلى ويرجع ينزل، فبيلاقوا نفسهم في دوامة ان هو الحادق والحلو والحلو والحادق. الجانب الاخر او العنصر الاخر من المشكلة دي غالبا بيكون emotional eating او الجوع العاطفي، اللي هو بيكون ناتج عن احساس معين، او ان هم مثلا في زهقانين وفي انواع اكل كتير قوي قدامهم، عزومه خروجه، فبيزود عندهم احساس انه اوكي انا ليه ما اكلش، عشان انه اوريدي الاكل موجود او الاختيارات كتيره جدا. الحل بتاع الموضوع ده سهل قوي، ان احنا دايما نعمل تنظيم للوجبات بتاعتنا وتنظيم للاكل بتاعنا. يعني اولا ما نسيبش نفسنا جعانين قوي، ما اقعدش 6-7 ساعات من غير اكل. كل وجبه هاكلها لازم يكون فيها بروتين. اشمعنى البروتين؟ لان البروتين هو الحاجه الوحيده اللي هتساعدني ان كميه السكر في الدم ما تطلعش بسرعه، فبالتالي الحاله بتاعه الهبوط او احس ان انا عايز حاجه مسكره بعدين حاجه مملحه بعدين حاجه مسكره دي هتقل قوي.